توت 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 توت. يا دي ام الهبل اللي بين عايشين فيه طول اليوم. الناس بتكبر تعل وده الراجل ده يكبر يخيب ولا ايه؟ يا ليلى ما تقفل بقى انت كمان. ايه يا كريم؟ هو ايه اللي ابوك عامله ده يا ليلى؟ عامل ايه ده؟ بيلاعب الولاد. بيلعب الولاد وانا كل يوم اجي من الشغل الاقي عامل الزيطه والزنبليطه دي ولا بيعرف ينام ولا بنعرف نعمل حاجه. معلش يا كريم خش نام في الاوضه جوه، وبعدين انت مضايق نفسك كده ليه يعني؟ ما بدل ما يروح يشوف له شغل بدل ما عمال يلعب بالعيال كده ودوشنا معاه، وانا اكل العيال ولا اكله هو كمان؟ طب ما انت عارف يا كريم اللي هو مريض قلب وسكر ما ينفعش يروح يشتغل، لازم حد يبقى معاه. خلاص هو مريض قلب وسكر بقى تعبنا احنا معاه. انا معرفش انت مضايق نفسك كده ليه، ما هو بياكل ويشرب بمعاش، هو بياخد حاجه من جيبك يعني؟ توت يا عم توت مالك؟ ويهل علينا يا كريم. الحمد لله على توت السلامه يا ابني. وهل عليك؟ مين اللي بيهل عليك؟ انت يا بود خد اختك وخش جوه يلا. في يا كريم اقعد. طب في يا ارتاح يا ابني. عمان. في الحمد لله على السلامه الله الاول. يسلمك. ما كده صراحه انا مش عارف اقعد في البيت يا عماني من الدوشه اللي انت بتعملها لي كل يوم يا عماني. ليه يا ابني بس كده؟ العيال كانوا عايزين يخرجوا وبتاع وشافكوا انتوا كاتمين على نفسهم ولا بتخرجوهم ولا بتودوهم، المفروض تاخدهم تفسحهم، فقلت اهون عليهم شويه ماشي يا عماني تهون عليهم. انا الراجل بصحى من الساعه 6 الصبح بروح الشغل باجي تعبان ببقى عايز انام، باجي الاقيك انت لسه صاحي وعايز تلاعب العيال. انا عايز انام برضك، عايز ارتاح في بيتي. في ايه مش فاهم انا؟ يا ابني خلاص مفيش اي مشكله. طب انت مزعل نفسك ليه؟ انا عمري ما هخليك نايم يعني وادوشك يا ابني. انا معرفش انا ايه المعامله دي، لازم تزعلوا منك يعني؟ ايه يا ولاد طالعين زعلانين من جوه ليه؟ اصل احنا لما جوه كان جدو بيلعبنا هنا، هو جه وزعلنا وقال لنا يلا خش جوه. معلش يا بود، هو تلاقيه بس عشان جاي من الشغل متضايق شويه. خلاص يا كريم يا ابني، طالما انت شايفني بقيت تقيل كده ومش مستحملني، اروح الم هدومي يا ابني واتوكل على الله اشوف لي شقه اسكن فيها. والله انا كده كده معاشي بصرفه هنا. اللي يريحك والله يا عماني. يعني على رأي المثل يا بخت من زار وخفف. برضك انت جاي على اساس يومين بقالك شهرين قاعد كده، وبرضك المصاريف تقيله على الكل. لا لا يا ابني، انت ما حدش بيصرف عليا حاجه يا ابني، انا بصرف على نفسي. انا ما بتصرفش عليا يا كريم. عيب الكلام اللي انت بتقوله ده، ما تخليش كلامي يقع منك، انا زي والدك. حقك عليا انا يا عمان، بس انا كده الموضوع بقى بتقيل بالنسبه لي، وانا الصراحه كده مش عارف اخد راحتي في بيتي. انا مش متجوزك انت وبنتك، معلش يعني يا عمان. عندك حق يا ابني. عامه تشكر على الشهر اللي احنا قعدناهم مع بعض دول ومعلش كنت تقلت عليك شويه. لا بس ولا انا والله يعني. ربنا وحده اعلم، انا كنت بعتبرك زي ابني. عادي، وانا بعتبرك زي ابويا برضك والله يا عمان. ما باين. انت رايح فين يا بابا؟ كل راح فين يا بنتي؟ ملوش لازمه، وانا بقالي عندكم شهرين والبني ادم مننا تقيل. جهزي لي شنطه هدوم يا بنتي معلش بعد اذنك. لا يا بابا انت مش هينفع تمشي، وبعدين ما تاخدش على كلام كريم، تلاقي كريم جاي من الشغل متضايق او تعبان. يا بنتي متضايقه وتعبانه، الراجل لخص الكلمتين قال مش عارف اخد راحتي، انا اروح اجر لي شقه. انا كده كده انا معاشي بصرفه هنا يا بنتي، ما انت فاهمه اللي فيه. اروح اجر لي شقه بره اقعد مع نفسي معزز مكرم، وانت ما تعوزي تشوفوني ببيت علالي. العيال برضه عايزين يشوفوني بهاتيهم معاكي. مش عارفه معلش يا الصراحة بنتي إيه عشان بقولك. العيشه صعبه، هو الراجل لخص الكلمتين. ماشي يا بنتي؟ خشي بقى بعد اذنك هاتي لي الهدوم بتاعتي. لا يا بابا هدوم ايه؟ ما ينفعش طبعا انت بتقوله ده، خليك بس هنا وانا هخش اتكلم معاه. يا بنتي انا مش عايز احراج اكتر من كده، بعد اذنك جهزي لي هدومي خليني امشي. استنى بس يا بابا ثواني. برضه اللي في دماغك هتعمليه ماشي، وانا اللي في دماغي هعمله. ايه يا كريم اللي انت عملته ده؟ يعني انت كده بمعنى اصح بتطرد بابا يعني؟ اصل الموضوع طول يعني يا ليلى الصراحه يعني، وانا مش عارف اعيش كده. ازاي يعني يا كريم؟ واللي ازاي زي ما سمعت يعني، وانا هيفضل قاعد معانا طول العمر كله؟ الموضوع بقى تقيل عليا. بس على فكره هو مش قاعد ببلاش يعني، ما هو المعاش بتاعه انا باخده وبصرف منه في البيت. معاش اللي بتصرفيه في البيت؟ ما انا اما الفلوس اللي انا بديها لك دي بتوديها فين؟ والله وانت مفكر ال 5000 جنيه اللي انت بتديهم لي دول هيكفوا بقى اكل ولا شرب؟ ما والشهر يكفوناش كله ليه؟ ده ما يكفوناش اسبوعين على بعض. والله انت بتتكلمي بجد يعني؟ هو كان ليه كان بيحط فلوس من معاه؟ ايوه طبعا، ما هو المعاش بتاعه كله بيتصرف في البيت، هو مش قاعد ببلاش يا كريم. وبعدين هو اللي بيلاعب عيالك ومش شايلك هم خالص. جرب كده هات عيل من عيالك قول لهم انا ولا جده، هيقولوا لك جده، لان هو اللي بينزل معاهم الجنينه وبيلاعبهم، هو اللي مراعيهم. خلاص بقى سيب الشغل وبقى واجي امسك العيال بقى راح افسحهم واوديهم الجنينه يا ليلى. سيبيني بقى يا ليلى عشان جاي من الشغل مخصوم لي اسبوع وفي اللي مكفين. طب بعد اذنك هاته وراضيه عشان ما يمشيش، والله هو اصلا زمانه ماشي اهو. طب خلاص انا هقوم. اصبر يا عماني. تعالي جدتي مش ان انا بحب. حبيبتي وانا بحبك، انا هباجي من وقت للتاني اشوفكم ماشي؟ يا عمان يا كريم يا معلش يا عمان حقك عليا يا عمان، انا جاي من الشغل فيها اللي مكفيني وخصمين لي اسبوع، وبص والله ما طايق اي حاجه قدامي، فحقك عليا سامحني. ربنا يعينك يا ابني، بس انا خلاص والله خدت القرار ان شاء لا الله. ما ربنا ينفعش يكرمك. والله العظيم، هتسيبنا وتروح فين وانت يعني؟ لو احنا لينا حد غيرك اصلا؟ طب انا معلش بصراحه كريم حقك الكلام عليا. بتاعك ضايقني يا ابني يا وحاسس عم عادي، انا زي ابنك عادي يعني، اعتبرني زي ابنك وخلاص وده بيتك يعني. ربنا يبارك خش لك يا عم، انا حقك عليا انا ما تزعلش مني. ماشي يا ابني. سيب الشنطه بتاعتك دي وليلى هتيجي ترجع لك الهدوم مكانها تاني. حاضر يا ابني. خش يا عم. كده يا بت، خلاص يبقى انا علمتك كده ما حدش يشيلها من قدام، عشان اللي هيشيلها هيتضرب جوه مكانها. سامعيني ولا مش سامعيني؟ طب خلاص يا عم هاني سيبها، انت ضربتها كتير قوي. خلاص ايه؟ من اول الشارع. سامعاني ولا مش سامعاني؟ اسفه يا بابا. ماشي اسفه، ده انا هوريك هربيك انت يا بت يا ليلى. يا لهوي يا لهوي. نعم يا بابا. متأكد يا ابني ان الصوت من هنا؟
ايوه يا عم الصوت اهو يا عم، بس في زعيق جوه. طب اطلع بص انا فوق، لا يكون في حاجه فوق. يا عم فوق ايه الصوت؟ مش فوق، تعالى تعالى تزق معايا الباب. دي اخرتها تسيب لي التعليم يعني؟ تسيب لي التعليم وتدور تلف لي في المطاعم والقهاوي والبتاع وتعمل لي فيها البتاع اللي بيقولوا عليه بلوجر دوت؟ معلش احنا يا عم بتوع موني. الكلام ده ولا وش الكلام دوت؟ كل واحد بقى استطعم لي اكل يعمل لي فيها بتاع دوت. معلش يا عموني، هي طفله برضو مش فاهمه حاجه. طفل كده عندها 12 سنه يعني خلاص فاهمه وواعيه بتعمل ايه؟ خلاص حقك عليا. يا سيب تعليم واشتغل مش عارف ايه. ايه القصه؟ قصه التعليم بيجيب فلوس ولا بيجيبش فلوس؟ خلاص يا عم هاني معلش، هي غلطه وعرفتها. غلطه؟ ده اول واخر غلطه، تبقى تغلطي تاني. يا لهوي يا بابا، انت عملت ده كله في نور عشان عايزه بس تعمل اعلان؟ امال لو عرف ايه ده؟ ايه انتوا في ايه؟ مين اللي بيزعق؟ في ايه يا جدعان؟ مفيش حاجه، ده بس بابا بيضرب اختي الصغيره. طب وبيضربها ليه؟ احنا قلنا في حريقه يا جدعان، ده الصوت جايب لاخر الشارع. معلش حقكم علينا، حقوا علينا ايه يا جدعان؟ ما تحلوا مشاكلكم بالراحه. يعني ايه مشاكل عائليه يعني؟ اه بالظبط يلا كده. يا عم عصفور. عاجبك كده يا بابا؟ انا يا بنتي اللي بعمله ده كله لمصلحتك يا بنتي. التعليم ده اهم حاجه في الدنيا. مين اللي كان بيخبط بره وبيرزع على الباب كده؟ مين اللي بيرزع ايه بس يا بابا؟ انت لميت علينا العماره كلها. انا حر في بيتي اعمل اللي انا عايزه. خلاص ماشي يا بابا، بس بالراحه مش كده. هي عملت ايه يعني ده كله؟ مفيش حاجه اسمها بالراحه. اطلعوا كلكم بره دلوقتي وسيبوني. يلا يا جماعه يلا غرف داهيه. ده اخر تربيتي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيلعب في دماغك يا بنتي. عاجبك يا ابله نور اللي انت عملتيه ده؟ هو مين اصلا اللي قال له يا ليلى هو مش معاه تليفون يتفرج عليا؟ مش عارفه يا نور، اكيد رحمه بنت عمك، ما انت عارفاها. تصدقي فعلا؟ احنا مش في كده دلوقتي، احنا لازم نراضي بابا، ما ينفعش نسيبه كده. وبعدين يا نور اصلا الشغلانه دي مش بتاعتك ولا شبهك. طب انا اعمل ايه يعني يا ليلى؟ انا حابه كده، انا مش عايزه اتعلم، عايزه اقعد من المدرسه. يعني بعد اللي ابوكي عمله في كده يا نور برضو اللي في دماغك هو اللي في دماغك؟ انا مش عارف. طب انا دلوقتي هرضي بابا ازاي؟ ما اعرفش، هخش انا وانتي ولازم نراضي احنا الاثنين. ماشي يا ليلى. معلش يا جماعه ازعجناكم معانا. عادي ولا يهمك يا ليلى، بعد اذنكم. اتفضلي. ده يا نور العماره كلها اتلمت هنا، عمو كريم وعمو عصفور جم هنا وكسروا الباب. مش وقت بقى يا ليلى، يلا. طب يلا خشي لابوك. بابا معلش. خير؟ عايزه ايه من بابا تاني؟ انتوا معلش. تطلعوا بره وتسيبوني دلوقتي؟ ماشي، ما هو جيراننا مشوا، معلش حقك عليا، انا سامحها المره دي، هي صغيره ومش فاهمه اي حاجه. وبعدين يا بابا بعد كده لما بنت عمي تيجي تكلمك ما تسمعلهاش خالص. ازاي ما اسمعلهاش اما وريتني كل حاجه؟ تسوى ايه اما الاقي اختك بتقول كبسوا كبسوا؟ ايه كبسوا كبسوا دي كمان؟ ايه على اخر الزمن نشتغل شحاتين على البتاع اللي بيشتغلوا عليه البرنامج دوت؟ وانت كنت فين اصلا ما بتعمل ايه حاجه زي كده؟ ما اكيد انت كنت موجوده، وازاي توافقي على حاجه زي كده؟ انا بصراحه يا بابا ما شفتش الفيديو غير لما طلع ترند. امال ايه طيب؟ امال جايه تلوميني على اللي حصل؟ الناس تقول علينا ايه؟ وازاي تسيب مدرستها؟ وازاي اصلا ايه اللي يطلع في دماغها اللي هي تسيب مدرستها وتشتغل الكلام الفاضي ده؟ الكلام ده بتاع الناس الفاضيه اللي مش لاقيه شغل، يدوروا يشحتوا هنا وهنا وهنا وهنا. ده ما احنا ناس متربيين، ناس متعلمين، ناس نشوف مدرستنا، نشوف مصالحنا، نشوف دنيتنا. مش الناس تضحك علينا اخر الزمان. انا شغال 24 ساعه 24 ساعه عشان خاطر اقدر اكفيكوا واكفي دروسكم واكفي حياتكم، وفي الاخر تقولي لي مش عارفه تسيب التعليم؟ ما تشتغلي ايه؟ خلاص يا بابا حقك عليا، انا مسامحه فيا، هي برضه في الاول في الاخر صغيره وغلطت ومش هتكرر الغلط. خلاص خلي عينك على اختك. حاضر. ولا اجي بقى اسيب شغلي واسيب دنيتي واجي اقعد في البيت؟ لا خلاص، هو من النهارده انا وهي واحد. وانت يا نور يا بنت التعليم ده يا حبيبتي فايده ليك قبل ما يكون ليا. سامعاني ولا مش سامعاني؟ ماشي. لما ابنك كده يجي بعد عمر طويل كده يجي يسالك يا ماما دي ايه؟ تسوى ايه لما تقولي له مش عارفه يا ابني روح شوف اي حد يشوفها لك؟ سامعاني ولا مش سامعاني؟ مش هتكلم في الموضوع ده تاني. ادخل قرف عيال تجيب الغم. قبل نور انت لازم تقفلي البيدج اللي انت عاملاها دي، سامعه ولا مش سامعه؟ خلاص يا ليلى انا اسفه، انا تبت والله، مش هعمل كده تاني. اتمنى يا نور، ويا ريت تشوفي مين اللي بيلعب في دماغك وما تكلمهوش تاني، لان اصلا ابوكي ضربك قد كده ومحدش جحش عنه. ماشي يا ليلى.